أهلا وسهلا بكم. الاتحاد الآسيوي يعلن نقل مباراة النصر السعودية والشرطة العراقي من كربلاء إلى بغداد. وزارة الرياضة تصدر قرارا بتعيين عبد العزيز العمران رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة نادي النصر غير الربحية، وعبد الله الماجد رئيس شركة شرفة القابضة هو أحد الأسماء المرشحة لرئاسة شركة نادي النصر، وذلك بعد اعتماد أوراقه عضوا في مجلس إدارة مؤسسة النادي غير الربحية التي عين عبد العزيز العمران رئيسا لها. يعمل الجهاز الطبي في فريق الاتحاد على تجهيز المحترف الجزائري حسام عوار لمواجهة الوحدة. أظهر الموقع الرسمي لرابطة دوري روشن السعودي عن تسجيل نادي الهلال للاعب نيمار في قائمته للمسابقة المحلية للموسم الحالي 2024-2025. أصبح الجزائري رياض محرز جاهز للمشاركة أمام النصر بعدما أنهى برنامجه العلاجي داخل النادي الصحي بالأمس.